السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الحبيب السابق في المنام للعزباء. رؤية الحبيب السابق في منام العزباء تدل على سعيها بأمر لا تستطيع القيام به، ومن رأت أنها تجامع الحبيب السابق في الحلم فإنها ترتكب شيئا عليها أن تتوب عليه أو عليها أن ترجع عنه. أما إن رأت حبيبها السابق ميت دلالة على انتهاء أزمات قديمة. رؤية الحبيب السابق مع فتاة أخرى في الحلم تدل على الوقوع في الفتن. السفر مع الحبيب السابق دليل على تبدل الأحوال الرائية. أما تلقي مكالمة هاتفية من الحبيب السابق تدل على سماع أخبار عنه. أما إرسال رسالة للحبيب السابق يدل على رغبة الرائية في الوصال معه. كما أن رؤية الحبيب السابق بعد الفراق في المنام للعزباء تدل على الشوق والحنين للماضي، وربما دلت رؤية الحبيب السابق بعد الفراق في الحلم على حزن صاحبة الحلم ومعاناتها على فراقه. وتشير رؤيا الحبيب السابق حزين بعد الفراق في المنام إلى ندمه وعلى رغبته بالعودة إليها. رؤيا الحبيب السابق غاضب في المنام للعزباء تدل على لومه وتأنيبه لها. وقيل رؤيا الحبيب السابق مريض بعد الفراق تدل على كثرة همومه وأحزانه. أما إذا رأت العزباء حفل زواج حبيبها السابق بعد الفراق في المنام فإنها تقع في كرب. أما إذا رأت حبيبها السابق مسافر بعد الفراق في المنام فإنها تتحسن أحوالها. ورؤيا الحبيب السابق أصبح عجوزا بعد الفراق في المنام للعزباء تدل على عجزه على تحمل الفراق ونفاذ صبره. حلم رجوع الحبيب السابق للعزباء دليل على شعورها بالوحدة والعزلة أو الشوق، وربما دلت رؤيا الحبيب السابق يريد العودة في المنام على محاولته التودد والتقرب منها. اعتذار الحبيب السابق يدل على سماع الرائية المديح والثناء من شخص. أما ندم الحبيب السابق في الحلم دليل على سماع الرائية أخبار سارة عنهم. رفض رجوع الحبيب السابق للعزباء دليل على ابتعادها عما يؤذيها. رؤيا الشجار عند الرجوع الحبيب السابق تدل على نشوب خلاف مع شخص عزيز. رؤيا رجوع الحبيب السابق ومعاتبته تدل على استمرار الحب بينهما. رجوع الحبيب السابق والزواج منه للعزباء يدل على عودة الوصال معه والفرح برجوع الحبيب السابق دليل على تحقيقها أمنية ورغبة كانت تتمناها، والله أجل وأعلم. رؤيا حبيب السابق يحضني دليل على الود والاشتياق له. رؤيا الحبيب السابق ومصافحته واحتضانه تدل على الصفح والعفو عنه. رؤية حبيبك السابق يحضنك ويقبلك فإنك تجدي شريك الحياة. رؤية حبيبها السابق يحتضنها بشدة فهو وداع وانقطاع أخباره عنها. أما من رأت حبيبها السابق يحتضنها بجفاء فإنها تتعرض للنفاق والخداع. رؤيا الصراخ والشجار مع الحبيب السابق تدل على قوله كلام يسيء إليها. رؤيا الشجار مع الحبيب السابق تدل على العتاب والمكتوم. رؤية الغضب إلى حد الشجار مع الحبيب السابق يدل على نفاذ الصبر على الفراق. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.